مساء الخير لكل مستمعي ومتابعي إذاعة بوير اف ام يلي عم يسمعونا على الموجة 103.5، أيضا يلي عم يشاهدونا عبر صفحتي الإذاعة راديو بوير وبوير عربي. يسعد مساكم، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، زملائي بالكنترول شيرين ومروان. ضيفتي بالاستوديو الدكتورة رونيدا علي، خبيرة صحية ضمن حملة التوعية لقاح كوفيد. هي الحملة التوعوية بلقاح كوفيد اللي هي مقدمة من برنامج الخدمات الأساسية، طبعا بدعم من الوكالة الأمريكية. اليوم رح نحكي عن لقاح كوفيد، طبعا هالجائحة أو ما يسمى لقاح كوفيد 19، الجائحة اللي كلنا طبعا عديناها، وكانت طبعا معروفة من بجميع دول العالم. شو سببت من كارثة إنسانية. طبعا هلا حاليا في حملات توعية أيضا وحملات لقاح. يعني الكثير منا عم يجهل هاللقاح هذا مدى فائدته، مدى أهميته. بالعديد من المحاور والأسئلة رح نطرحها على ضيفتنا الدكتورة رونيدا. رح اسمحوا لي رحب بضيفتنا. مساء الخير، يسعد مساكي دكتورة. مساء النور استاذ عماد، يسعد مساك ومسا كل حدا عم يحضرنا ورح يحضرنا مسبقا يعني بعدين. دكتورة، لنفوت على موضوعنا وكمدخل اللي حكينا عنه، انه هي هالحملة هي رح تكون محاورنا كل على حملة اللقاح. يا ترى شو الغاية من هالحملة بداية؟ الغاية هو تعزيز ثقة الناس باللقاحات، بلقاح الكوفيد، وزيادة الوعي بهي اللقاحات يعني بين المهنيين وقضاة المجتمع، من خلال تطويرنا لرسائل واضحة ومباشرة وموحدة، بحيث منطقة إقليم الجزيرة بشكل كامل تستفيد منها، يعني الموزعة بين مقاطعتي القامشلي والحسكة، ولنشجع السكان المؤهلين إنه يحصلوا على التطعيم أو يحصلوا على اللقاح. هاي الغاية الأساسية من الحملة. تمام. لو نحكي عن مدة هالحملة هاي، كم هلا المقرر هو 6 شهور الحملة. بلشنا بشهر 12 وما زلنا مستمرين فيها يعني لنهاية الشهر تقريبا. الخامس أو بداية السادس، يعني بهالشهور هاي. تمام بهالفترة. دكتور، كيف كانت أصداء دكتورة، يعني أصداء الناس أو على هالحملة هاي، وخاصة بعد فترة تعتبر ربما هي طويلة من نشوء هالمرض هذا؟ هلا صراحة الأصداء كانت إيجابية حتى بطريقة غير متوقعة، يعني ما كنا متوقعين إنه يصير فيه هيك إقبال لجلسات التوعية، والتفاعل اللي كان عم بيصير بين العالم اللي كانت عم تحضر الجلسات وفريقنا فريق التثقيف الصحي كان تفاعل كتير حلو ومميز. فالأصداء كانت حلوة يعني. تماما. حابب أذكر المستمعين يلي عم يسمعونا، أنتوا هلا عم تسمعوا راديو بوير على الموجة 103.5، برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا بالاستديو هي الخبيرة الصحية ضمن حملة التوعية لقاح كوفيد، دكتورة رونيدا علي. عم نحكي عن موضوع لقاح كوفيد وحملة تثقيف مثل ما ذكرت هي أيضا. اللي عم يسمعونا، اللي عم يشاهدونا عبر البث المباشر، ما بعرف إذا الصوت منيح، أكيد بظن الصوت هلأ جيد عندهم. طبعا فيكم تنضموا لنا بالاتصال بالرقم الأرضي 429 101، أي استفسار بما يخص هالحملة هاي وأي سؤال. أيضا عبر البث المباشر بوير عربي وراديو بوير، بكومنت رح نجاوب على أسئلتكم بما يخص موضوعنا لليوم اللي هي حملة كوفيد. دكتورة، هلا مين هن الفئة المستهدفة ضمن هالحملة يا ترى؟ الصغار، كبار السن، مين هن؟ هلا الفئة المستهدفة هن أكيد اللي عندهم وعي بهذا الموضوع اللي عم نحكي فيه، يعني أكيد الكبار بالعمر. وكمان ركزنا على الكبار بالعمر كونه يعني عندهم أفكار خاطئة عن اللقاحات، عن المرض. فبدور يعني بدوره الفريق ساهم بتصحيح هاي الأفكار. وكمان الفئة اللي يعني فوق 18 فينا نعتبرها. واستهدفنا المراكز الصحية العامة والخاصة والمجالس المحلية وشركات القطاع الخاص. وطبعا نسقنا مع قضاة المجتمع لحتى نعزز ثقة الناس باللقاحات، ولحتى يعني يحصلوا على التطعيم. وصار في فوكس أو تركيز على الأرياف والضواحي المدن، كونهم من المجتمعات المهمشة والأكثر عرضة لتفشي الفيروس. تماما. هلا ضمن سياق حديثك وجوابك على هالسؤال هذا دكتورة، موضوع خوف الناس من
أخذ خلينا نسميها جرعة أو تطعيم اللي هو إذا جاز التعبير. كان بالبداية السنة الأولى يعني كان في معاناة إنه في لقاح متوفر والناس بتتخوف من أخذ هاللقاحات لأنه والله بيسبب كذا بيسبب كذا. يعني كان هلأ الأصداء هلأ كيف هي كانت يعني؟ لا يعني هلا في وعي حول اللقاحات بالسنتر كمركز عنا بالمدينة. بس مثل ما حكيت الأرياف لسه عندهم هي الأفكار، لهيك انطلقنا بهي الحملة. يعني الغاية الأساسية إنه ننشر الوعي بكافة المناطق. تماما يعني أكيد نوصل وعينا. الأنشطة اللي اتبعتموها ضمن المشروع اللي قدمتموه؟ هلا ضمن جلسات التوعية قمنا بتوزيع بوسترات، بروشورات، تركيب لوحات جدارية، فليكسة. حتى قمنا بإنتاج مقاطع فيديو ونشره على منصات السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي لحتى نستقطب أكثر فئة ممكنة إنه يحضروا لهي الجلسات. وقبل ما نباشر نحن بجلساتنا قمنا بعملية مسح ميداني واستهدفنا 511 شخص. وطبعا هذا المسح شمل جميع مناطق يعني إقليم الجزيرة. بعدين قمنا بعملية تدريب مكثف لفريقنا على عدة أمور، منها الفوتوشوب والمونتاج ومهارات التواصل والتثقيف الصحي. وبعدين صار في انطلاق بهاي الجلسات طبعا من قبل فريقنا وللعالم اللي كانت عم تحضر. ومن ضمنهم مثل ما حكيت الأنشطة هو توزيع البوسترات والبروشورات واللوحات الطرقية. تمام. هلا لو نحكي عن انواع اللقاحات دكتوره رونيدا المتوفره عندنا بالمنطقه يا ترى والمراكز اللي تتوفر فيها اللقاحات؟ تمام. هلا كأنواع المتواجدة بشكل أساسي هن الصيني أو السينوفارم والجونسون أند جونسون وإسترازينيكا، هدول متواجدين دائما تقريبا. وأحيانا عم يتوفر الفايزر بيونتك. إذا أكثر من نوع وظن الكل مجدي. ويعني هلا مشان موضوع الناس يعني في منهم بتعرفي بأي دواء أو أي شيء بتلاحظي إنه في إشاعات أو الناس فالموضوع هذا كمان إنه كلهم لقاح مجدي، كلهم لقاح نافع. ويعني حابب إنه مثلا تحكي لنا عن هالمحور هذا شوي يا ريت. يعني إنه عن المنشأ أيضا أو اختلاف اللقاح. إنه الاختلاف الأساسي باللقاحات هو أول شيء بالميكانيزم اللي عم يشتغلوا فيه أو بالآلية العمل اللي عم يشتغل فيه. ففي عنا لقاحات مثلا تعتمد على mRNA أو الحمض الريبوزي المرسال، وفي منهم لا بيعتمد على الأخذ أجزاء من الفيروس ولكن بيكون بشكل مضاعف ومعدل. كمان عم يختلف من المنشأ. فمثل ما حكيت في عنا لقاح صيني، في عنا لقاح أمريكي، لقاحات أمريكية متعددة، وعنا لقاح روسي. وكمان بيختلف ببروتوكول الجرعات أو بنظام الجرعات المعطاة، كجرعة أولى، ثانية، تباعد بين الجرعات، كجرعات موسمية، كجرعات داعمة. كمان في حتى دكتورة كأعراض ربما تختلف، ما هيك يعني؟ ممكن تختلف الأعراض، بس بشكل عام الأعراض لازم تختفي خلال أسبوع. وكمان هي مو يعني عم تظهر عند الكل. يعني هاي الأعراض مثل أي لقاح ثاني ممكن يتسبب بظهور أعراض نحن عم نفعل المناعة بالنهاية. تماما. طبعا دكتورة لو حابين نحكي أكثر عن هالحملة هاي يا ترى شو هي أنواع هاللقاحات؟ مثل ما حكيتي إنه بشو عم تختلف آلية العمل اللي حكيتي عنها، يا ترى التأثيرات الجانبية المحتملة اللي ممكن يعني تصاب أو ترافق أخذ التطعيم هذا؟ تمام. هلا مثل ما حكيت السايد افكت او التاثيرات الجانبيه للقاح هو مثل اي لقاح ممكن يتسبب بظهور تاثيرات جانبيه، بس مو ضروري يظهر عند الكل. يعني بيختلف بنوع اللقاح، وكمان لازم يختفي خلال اسبوع. هن بيشمل تمام حسب كمان كل فئه. هلا التأثيرات الجانبية بشكل عام مثل صداع، ألم بالمفاصل والعضلات، ألم بموقع الحقن، ارتفاع بدرجة الحرارة. هلا في كمان تأثير جانبي هو الصدمة التآقية أو فرط الحساسية، ممكن يظهر بالجرعة الأولى. فهدول الأشخاص لازم ما يكفوا بالجرعة الثانية، لازم يوقفوا لأنه عندهم مشكلة بفرط الحساسية. طبعا كمان مشكلة ما بتخوف، كونه نحن عم ناخد اللقاح من سنتر أو من مركز، فأكيد عنده تدابير مناسبة لكل حالة، وهي كمان كتير نادرة الحدوث يعني ما بتحدث. هلأ سؤال خطر على بالي دكتورة، لو شخص أخذ اللقاح إذا افترضنا مثلا الصيني والجرعة الأولى هي أول جرعة راح ياخدها، إذا صار معه مثلا ما ذكرتي
تحسس أو كذا، ممكن تغيروا جرعة تانية للقاح آخر أو بتوقفوا، أو الشخص هذا ما عاد يلزمه؟ لا، هذا حسب بروتوكول كل لقاح، كل نوع يعني. فكمان هذا المركز رح يخبر الأشخاص مثلا أنت بدك تستنى أو بدك نعطيك نوع تاني أو فهذا المركز هو المسؤول يخبر العالم يعني عن المشكلة اللي صارت أو شو الحل لهي المشكلة. كم أكيد رغبة بالمريض نفسه يعني، أو بالشخص اللي حابب ياخذ اللقاح أكيد. تماما. لو نحكي عن انه كان من المتداول ضمن سياق حديثنا كمان من شوي حكينا عن موضوع هالة الخوف من اللقاحات، انه ممكن انه هاللقاحات تسبب خسارات جلطات عند البعض من جميع الأنواع، ممكن تسبب يعني. يا ترى لو تحكينا هيك شوي عن هالمحور هذا. هلا صراحة موضوع الخسارات أو الجلطات ما ورد غير بلقاح الأسترازينيكا، وهو كتير كان نادر يعني لا يحدث. يعني مقابل كل 1,000,000 جرعة أسترازينيكا معطاة ممكن تشوف هذا ظهور هذا التأثير عند 10 أشخاص أو أكتر بشوي، يعني مو هالنسبة اللي بتخوف. وكمان هي بتظهر هذا التأثير عند المراهقين والصغار بالعمر بشكل أكبر، وبيظهر هذا التأثير بعد 4 أيام ل 14 يوم من بعد التطعيم يعني. فالأشخاص الكبار بالعمر وأعمارهم 40 فما فوق وعندهم ريسك فاكتور أو عوامل اختطار تانية، عندهم مشاكل مثل السكري أو ما شابه، فيفضل انه يحصلوا على الاسترازينيكا. واكيد كفة فوائد اللي رح يحصلوا عليها مقابل جرعة الاسترازينيكا اكيد بتفوق بكتير مخاطر التخثر او اي شيء مشابه. بينما المراهقين واللي صغار بالعمر وما عندهم مشاكل صحية تانية فيفضل انه يتم تطعيمهم بلقاح تاني مثل فايزر بايونتك. وعلما انه من المضاعفات اللي ممكن يسببها المرض هو مشكلة التخثر. المرض حد ذاته ممكن يفعل موضوع التخثر او الجلطات مثل ما هو متداول عنه. تماما. هلا المستمع عم يسأل حاله يا ترى شو هي فوائد تلقي اللقاح؟ انا شو راح استفيد اذا اخذت اللقاح؟ تمام. هلا الغاية الأساسية من اللقاح إنه نخفف شدة الأعراض ورح نوقي من الإصابة الشديدة، وأكيد بالنهاية بهمنا موضوع الوفاة إنه ما يوصلوا لحالة الوفاة. والغاية الأساسية الثانية إنه نخفض فرص تحول الفيروس مشان ما يتحول لأشكال تانية. فاللقاح كتير كمان مجدي بهاي الحالات لنخلص من هالوباء يعني بالنهاية. أكيد. دكتورة رونيدا، هلا من المتعارف الأطفال من السن يعني اليوم أو الأسبوع الأول عم يبلشوا ياخدوا لقاحات لعمر كذا مثلا. في لقاحات معينة برنامج جدول. هلأ ممكن بالمستقبل يدخل لقاح كوفيد-19 ضمن قائمة هاللقاحات هاي؟ ممكن، لأنه صار عنا لقاح صار ينعطى من عمر 6 شهور للأطفال. فتم الموافقة عليه من عمر 6 شهور. في أنواع لقاحات صارت تنعطى من عمر 6 شهور، فممكن يعني محتمل. رح أذكر مستمعينا هاللي عم يسمعونا عبر البث المباشر على الموجة 103.5. انتوا عم تسمعوا برنامج صحتك بالدنيا. ضيفتنا بالاستديو الدكتورة رونيدا علي. عم نحكي عن موضوع حملة تطعيم أو التوعية إجازة التعبير عن كوفيد-19. كثير من المحاور ناقشناها، ويلي عم ينضموا لنا جديد بنقول لهم أهلا وسهلا فيكم. طبعا اللي عم يشاهدونا عبر البث المباشر راديو بوير وبوير عربي على صحة الإذاعة ممكن تبعتوا أي سؤال، أكيد رح نجاوب على أسئلتكم عبر الكومنت بالبث المباشر. دكتورة، كيف تم تطوير هاللقاحات بهالسرعة الكبيرة يعني؟ تمام. هلا بال 2023 ويعني بتعرفي انه هالامور هاي بدها سنين يعني. تمام. خطط عشرية او خمسية يعني مثلا. هلا اول نتيجة تآزر عدة عوامل. اولا عم نحكي نحن عن وباء عالمي، فالمتطوعين اللي شاركوا بدراسات كتير كان عدد كبير، وكمان صار عنا تطور بتقنيات ومنها تقنيات الرنة المرسال. فكمان يعني اللي صارت على مدى عدة سنوات من قبل. وكمان صار في تصنيع للقاح بالتوازي مع التجارب السريرية لحتى يسرعوا الإنتاج.
فكل هاي العوامل تساعدوا بين بعضهم. كمان في كتير هيئات ودول تشاركوا لحتى يزيلوا عقبات التمويل. تمام. فنتيجة تآزر هاي العوامل بشكل يعني متحدين مع بعضهم زالوا عقبات التمويل وحصلنا على اللقاحات. طبعا بغض النظر عن السرعة اللي صار فيها تصنيع للقاحات، فجميع اللقاحات اللي أقرتها منظمة الصحة العالمية أو WHO بتتسم بالفعالية وبالأمان. يعني كلهم بيتسموا في فعالية وفي أمان كمان. أكيد. دكتورة، لو نحكي عن الأشخاص اللي ممكن ياخدوا هاللقاح واللي مو ممكن ياخدوا هاللقاح، مين هن؟ هلا اللي مو ممكن ياخدوا اللقاح مثل ما حكيت اللي تعرضوا بالجرعة الأولى لمشكلة فرط الحساسية، واللي هلا عم بيعاني من المرض، فلازم ينتظر لحتى شغلة 14 يوم. حتى في دراسات حست انه ينتظروا 3 شهور بعدين يحصلوا على اللقاح بعد تعافيهم طبعا. والاشخاص اللي قادرين على اخذ اللقاح، فهو كل شيء من عمر 6 شهور قادر انه يحصل على اللقاح، لانه صار مثل ما حكيت انه صار في عنا لقاحات صارت تنعطى من عمر 6 شهور وكمان بتتسم بالامان وبالفعاليه. تماما. دكتورة، امتى تتولد الحماية ضد كوفيد-19 هلا بعد الشخص؟ تمام. بعد اللقاح يعني بعد الحصول على الجرعة الأولى بحوالي 10 أيام رح تتفاعل أو تتولد الحماية. وغالبا الجرعة الأولى بتأمن حماية من 3 أسابيع ل4 أسابيع بس. عفوا. بس لازم نكفي بالجرعة الثانية لنضمن حماية أطول، لأنه نحن ما بنعرف الحماية اللي مثل ما حكيت إنه من 3 أسابيع ل4 أسابيع، فضروري نحصل على جرعة تانية. وحتى في أنواع من اللقاحات بتحتاج جرعات داعمة وجرعات موسمية. شو هاي الجرعات الداعمة والجرعات الموسمية دكتورة رونيدا؟ الجرعات الداعمة يعني جرعة داعمة، يعني بعد الجرعة الثانية في جرعات داعمة. والموسمية هي نفس العينة يعني تكون أو نفس الكمية ونفس نفس اللقاح نفس النوع، ضروري ناخذ نفس النوع يعني. والجرعات الموسمية يعني بفصل معين بيتنشط فيه الفيروس بشكل، فضروري اللي عم يشتغلوا بالقطاع الصحي أو بيكونوا بتواصل دايركت مع المرض، ففي كمان لهم جرعات موسمية. حتى الحوامل والمرضع حلو كتير. حلو كتير. دكتورة، ايمت يعني مفروض انه الواحد يتلقى اللقاح بوجود إصابة سابقة بكورونا؟ عفوا ما فهمت. تمام. انه هل ينبغي انه لازم انه تلقي اللقاح بوجود إصابة سابقة بكورونا؟ يعني انه انا ما انصبت بكورونا لازم اخذ اللقاح؟ أكيد. بس هو إنه الفكرة وين إنه اللي انصابوا مسبقا بالمرض أو بالكوفيد 19 إنه رح يحكوا إنه نحن تولدت عنا المناعة، ضروري ناخذ اللقاح. هذا كمان موضوع اللي معاناة ربما كمان. فلا أكيد يعني أنت ما عم تعرف إصابتك السابقة شو المدة اللي رح تأمن لك إياها كحماية. صح. وأكيد حصولك على اللقاح هي طريقة أكثر أمان وأكثر موثوقية يعني مقابل مع الحماية اللي رح تأمنها إصابتك السابقة. دكتورة، ما هي الفترة اللازمة بين الإصابة واللقاح؟ تمام. هاي حكيتها كمان إنه لازم ننتظر بعد التعافي من الوباء يعني من المرض بحوالي 14 يوم. ومثل ما حكيت في بعض الدراسات إنه حست إنه ننتظر شيء 3 شهور بعدين فينا نحصل على اللقاح. تماما. كمان سؤال تاني يعني للي ينضموا لنا جديد، يمكن السؤال هذا باعتباره مهم، ومن شوي حكيتي عنه موضوع انه اللي ممكن يتلقوا اللقاح سواء كان الحامل او المرضع يعني او الاطفال يعني مثلا ممكن ياخذوا تلقي اللقاح. هلا اكيد الاطفال مثل ما حكيت من 6 شهور صار في لقاحات. بالنسبه للحامل والمرضع اول ما نزلوا اللقاحات كانت الدراسات شوي ناقصه بخصوص هذا الموضوع، بس هلا حاليا بالعكس الدراسات كتير عم توصي بشده انه نحصل على اللقاح بحاله الحمل او الارضاع. تماما. دكتورة، المرضى المسنين أو خلينا نقول إنه اللي عندهم أمراض مزمنة كالسكري والغدد الصم والقلب والأمراض المزمنة، هلا دائما يعني بيكونوا الأطباء حذرين بإعطاء الأدوية أو التعامل معهم كمرضى يعني. أنتم كيف تتعاملوا معهم أو بما يخص موضوع اللقاحات؟ هل ممكن إنه هدول يحصلوا على اللقاح؟
ايه اكيد. هلا المرضى اللي عندهم مشاكل مزمنه مثل ما تفضلت حضرتك، مهم. السكري او ارتفاع الضغط او الربو حتى، أها. فضروري نوصي بشده نحن بهي الحالات انه يحصلوا على التطعيم او يحصلوا على اللقاح، لحتى لانه هن اصلا الاعراض بتظهر عندهم بشكل لسه على اقوى من نحن تماما. العاديين. مهم. والمرضى المشاكل القلبية واللي عم ياخدوا مميعات من الوارفرين، فهون لازم ننتبه يكون فحوصات الاي ان ار محدثة وضمن النورمال رينج او ضمن النطاق الطبيعي. تماما. وضروري يخبروا مقدم الرعاية الصحية او اللي عم يعطيهم اللقاح بهي المعلومة، ويمدهم بتحليل الاي ان ار اللي عم ياخدوا الوارفرين بالذات. تماما. اما المشاكل التانية مثل اللي عندهم ضعف بالمناعة او اللي عم ياخدوا ادوية عم تكبت المناعة مثل الكورتيزون، فهون يفضل انه نبعدهم عن اللقاحات المصنوعة من الفيروس الحي، ولان يعني في لقاحات تعتمد على الام ار بديلة. ان اي، تمام، مهم. مثل موديرنا والفايزر بايونتك، مهم. فهدول الانواع امن لهم يعني مهم. بهي الحالات. تماما. طبعا بنهاية اللقاء هذا حابب أشكرك دكتورة رونيدا علي على هالحضور الجميل والمعلومات القيمة. أي شيء حابب تعقبي كمان يعني تختمي لقائنا الجميل والمفيد بظنه، إذا حابة تتفضلي تعقبي على أي شيء ضل حابة إنه تنوهي عليه، تفضل. شكرا لك استاذ عماد، وانا كنت سعيده بوجودي معك. هلا اللي بدي اكد عليه انه العالم تحصل على اللقاح ويبطلوا الافكار اللي موجوده مسبقا، هن حاطين افكار يعني فيا تماما. ريت تتعدل كل هاي الافكار، واللقاحات مثل ما حكيت هي امنه وفعاله، ما في شيء من اللي عم يحكوا عنه. ومجانية. تمام، ومجانيه. ربما بغير دول يعني كانت اللقاحات غير مجانية. وفي شيء يعني في جدول عم يتقيدوا فيه لحتى تماما. يحصلوا عليه. أكيد. ايه ألف شكر لك مرة ثانية دكتورة رونيدا على شكراً الحضور لك. الجميل والمعلومات القيمة. بشكر زملائي بالكنترول شيرين ومروان، كنت أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، على أمل نلقاكم الأسبوع القادم بضيف جديد وحلقة جديدة. تضلوا بخير وسلامة.